اهم 3 غلطات ما تعملهمش دلوقتي في الثانويه العامه. رقم 1 انك تفقد الامل وتقول ان خلاص حلمك ضاع. اللي حقق حلمه ودخل الكليه اللي عايزها، طب وهندسه واقتصاد واعلام وكل كليات القمه دي، ما كانوش ابدا ماشيين زي الروبوتات، نفس نمط المذاكره ونفس الكميه طول السنه، لكن اللي كانوا بيعملوه وقت ما يقعوا انهم ما يفقدوش الامل في نفسهم، وقبل كده في رحمه وكرم ربنا. سنتك دي طويله مليانه مطبات ومشاكل كلنا بلا استثناء وقعنا فيها، لكن اوعى تفقد الامل، انت لسه عندك وقت لحد ليله الامتحان. وانا اعرف صحاب ليا في هندسه لموا نفسهم في اخر شهرين بس. رقم 2 انك سواء بتذاكر كويس او لا، اوعى تفضل ماشي وخلاص. عارف انت واقف فين في السنه، واقف فين في المواد اللي انت فيها، ومحتاج تراجع ايه وتحل ايه في الفتره دي. لازم تقعد مع نفسك كوبايه الشاي وتقعد تنظم المواد بتاعتك، وتحدد انت عايز تعمل ايه في الاسبوعين الجايين كل المواد بتاعتك، وتاخد الورقه دي وتحطها قدام عينيك وتبدا تشتغل عليها بدون اي مشتتات تانية، وبعد الاسبوعين وتجدد الخطه وتفضل تكرر ده لحد امتحانك ان شاء الله. رقم 3 وهي اهم واحده في وجهه نظري، اوعى تتاثر بضغط اهلك في الفتره دي. كل لما بنقرب للامتحان كلام اهلنا بيكتر ومن غير قصد